ساعات كتير احنا بنخش في المسار الوظيفي بتاعنا وبنتخيل ان احنا لما نبقى تلقائيين ونتكلم بصراحه مع اللي قدامنا، الناس اللي قدامنا هتفهمنا وتقدر موقفنا وكمان يساعدونا ان احنا نوصل لاهدافنا. بس للاسف ده مش صح في كل المواقف وفي كل الاوقات مع كل الناس. فلازم تتوخى الحذر دايما، انت بتقول ايه والمين وامتى. فمش اي حاجه تتقال وما تبقاش على سجيتك والكلام ده كله. يعني على سبيل المثال هديكوا شويه نماذج عشان خاطر تفهموا انا قصدي ايه. يعني على سبيل المثال لو انت النهارده رحت زي صديقنا ده، والغلطه اللي هو عملها في الانترفيو ان هو جه قال لهم يا جماعه انا من احدى طموحاتي ان انا اشتغل عندكم هنا، ان انتوا عندكم استقرار، وانا بصراحه ربنا لسه جاي لي طفل جديد. هو كان عنده طفل قبل كده فبقى عنده طفلين. قال لك انا عندي طفلين دلوقتي وانا بدور في الوقت الحالي على الاستقرار وعايز مكان اهدى فيه وانبه واعمل والحوارات دي كلها. طب ايه الغلطه اللي هو ارتكبها هنا؟ بالرغم ان هو ما قالش حاجه في عامه غلط، بس الغلطه هنا ان هو قال لهم بالظبط هو بيدور على ايه. طب ايه المشكله اللي في الحته دي يا محمد؟ المشكله في الحته دي ان ممكن يعني للاسف مديرين كتير موجودين في شركات كتير ممكن يستغلوا الموضوع ده ضدك.